الخلطة تاخذ هذه العشبة وتنقعها في ماي مدة ساعة. مثلا هي تسوي لي ربع كمية هذه، يعني الكيس استعملها على 3 دفعات. تاخذ النبتة هذه تمر الهند الأسود، تاخذ هذه وتحطها في ماي، تنقعها مدة ساعة لين تلين وتطلع اللي داخلها طعامة. لين لانت تاخذ ربع زنجبيل، ربع عود زنجبيل فريش، 6 حبات ثوم، ملعقة سويت يعني سمول سبون ملح وفلفل أسود وورق الكرابوتا، اسم ثاني ما أعرف يسمونه كرابوتا. انزين، وتحطونها في الخلاطة، وعقب بيصير مثل العجين. عقب ما يصير مثل العجين تسويهم كذي العجين، تكورهم. شوفوها ترى لينة عينة لينة. تبينهم دوائر أكبر، تبينهم دوائر أصغر، بس أنا دائما أقول لها أبي أصغر من كذي. تقول لي انتي وايد دلي عمدهم، تقول لي احنا نسويهم أكبر ونبلعهم مع ماي دافي على الريج الصبح. فأنا أسويهم صغار وأخذ لي 3 حبات مع ماي دافي، فقط ماي مو شاي، بس ماي. تاخذين بس ماي و3 حبات هذه على، إذا هاي المقاس 3 حبات. تبين أصغر بصير 4 حبات، تبين واحدة تقدرين تبلعينها سوي لك واحدة كرة عودة. أنا العودة ما قدرت، يعني مع إنها لينة، يعني مو باللي بتقصين فيها، بس تتلصق وطعمها حامض على زنجبيل على، عرفتي؟ هم ما شاء الله عادي، يعني حتى في الأكل نقدر نستخدمه، بس إن إحنا مو متعودين على ذي الطعم. هذه العشبة اللي هي تمر الهند الأسود، اللي أنا الحين صار لي 2 شهر قاعدة أستعملها على الريج مع ماي دافي. صار لي 2 شهر الحمد لله نزل الكوليسترول معي، قلت لكم 260 صرت 243. شهر 6 بعد عندي الفحص الثالث، وإن شاء الله يا رب إنه بيكون بعد أنزل. لازم أنزل كوليسترولي تحت عن 200، هو المعدل ماكسيمم لك 200، هاي توتال كوليسترول. مفروض يعني 180 170 إن شاء الله. فبس راويكم إياها، إن شاء الله أن تستفيدون. سووا عليها السيرش في جوجل، أي بقالة ما أدري، دخلت في جوجل طلبت سوبر ماركت، وصل لي عقب 4 أيام. أوكي، بصور لكم تمر الهند الأسود وبكتب لكم المقادير، وإن شاء الله يا ربي ما تحتاجون بعد أن تأخذون هذه العشبة، وإن شاء الله يعطيكم ألف صحة وعافية. عقب ما تسوين هذه الكمية تخلينا في ثلاجة بارد، ويفضل أن تغطينا، تحطينا في بوكس، في عرفتي هاي المعلبات، البوكسات الأكريليك أو بلاستيك، وتبر أي شيء عندك، المهم إنه يتغطى يتسكر، لأنه يصير يابس وأنتي تبين تستعملينه بشكل يومي كل صبحية على الريج. فلين خلصت هذه الكمية تردين تسوي لك خلطة ثانية. المهم إنه تغطى وتحطينه في الثلاجة عشان تحافظين على ليونته ويكون سهل البلع مع ماي دافي. مو تنسين على الريج ماي دافي للبنت والولد. بعد بقول لكم على معلومة، هم ياخذونه من الصبح على الريج مع ماي دافي. انا ما اقدر اخذه من الصبح، فانا اخذه عقب العشاء تقريبا، يعني يقولوا مر على الاكل 4 ساعات عند النوم، يعني يكون ما اكل وراه شيء لين الصبح ثاني يوم. اوريدي انا اول ما اقعد من النوم مو بسيدة اكل، يعني بس احب اشرب شاي او كوفي. فاللي بتشوف عنده مثلا تلاقي صعبة ثوم من الصبح، اكلي قبل النوم. انا كنت اكله قبل النوم، ما اقدر اكله من الصبح.